السلام عليكم. النهارده جايبه لكم وصفه تحفه بجد، الكريب البيتي احلى واطعم من الجاهز بطريقه سهله ومكونات بسيطه جدا من مطبخنا. تابعوا معايا خطوه بخطوه واعملوا لايك وشير للفيديو لو حابين تشوفوا وصفات اكتر. ويلا بينا نبدا على طول علشان نشوف سر الكريب الطري والخفيف. اول حاجه معايا 3 كوبايات دقيق، نص معلقه صغيره بصل بودر، نص معلقه صغيره توم بودر، معلقه صغيره ملح، نص معلقه كبيره سكر. الطريقة دي هتخلي طعم العجينة حلو جدا. هقلب بقى المكونات دي كويس جدا مع بعض. عندي كوباية ونص من اللبن وكوباية ونص من المية. طب هينفع مية بس او لبن بس؟ عادي ينفع زي ما انت حابة. هنضربه بقى في الخلاط او في الهاند بلندر. هضربه كويس جدا لحد ما الاقيه الخليط بقى ما فيهوش اي تكتلات. انا هنا زودت نص كوبايه ميه كمان علشان لقيت الخليط تقيل شويه. في نوعيه دي بتبقى محتاجه ميه زياده. هو المفروض يبقى 3 كوبايات دي عليهم 3 كوبايات سوائل، سواء ميه او لبن. فانا هنا زودت نص كوبايه ميه عشان الدقيق اللي انا مستخدماه بيشرب سوائل كتير. وبعدين هصفيه كويس جدا وهغطيه واسيبه يرتاح حوالي نص ساعه. احنا هنا مش بنخمر عجينة الكريب نهائي، احنا بنسيب العجينة ترتاح شوية. ولازم اجباري تصفي العجينة كويس علشان خاطر لو فيها اي تكتلات ما تنزلش في العجينة وتعمل كلكعة في قلب العيش. هنغطي العجينة بقى كويس بستريتش راب او باي حاجة. هنغطيها كويس ونسيبها في مكان في الجنب كده ترتاح حوالي نص ساعة. وما تزوديش عن كده. الغرض من ان العجينة نسيبها ترتاح شوية ان هي سمكية يتقل شوية. وده شكل العجينة بعد ما ارتاحت نص ساعة، تقلت شوية. الغرض من كده ان انا بقولك ما تزوديش، ما تخليش العجينة تبقى تقيلة علشان خاطر هي لما بترتاح بتتقل زيادة. فهي مفروض سمكها قبل ما تسيبيها ترتاح شوية سمكها يبقى خفيف شوية، مش تقيل قوي ولا خفيف قوي. معانا طاسة على النار والنار تكون متوسطة، لا عالية قوي ولا هادية قوي، النار تكون وسط. اول مرة بس بمسح الصينية برشة من الزيت. وبعد كده ببدأ ان انا اخد كبشة او كبشة ونص حسب حجم الصينية اللي عندك، وبوزعها كويس في الصينية. طبعا الكمية دي بتقدري تحدديها مش من اول مرة، عشان اما تشوفي بس حجم الصينية معاكي عامل ازاي هتقدري ان انتي تشوفي المقدار بتاعك بتاع الصينية ايه. هسيب بقى عجينة الكريب كده على النار هادية لحد ما الاقيها فكت مني من الجوانب. بقلبها الناحية التانية بنفس الطريقة دي، واول ما الاقيها بدأت مثلا تاخد لون ذهبي فاتح كده هبدأ ان انا اشيل الكريب واحطه بره من غير ما اغطيه. ما تغطيش الكريب عادي، مش هينشف معاكي لان العجينة بتاعتنا احنا عاملينها طريقة مظبوطة جدا وما بتنشفش معانا. هنكمل بقى باقي الكمية بنفس الطريقة. وده شكل الكريب بتاعنا بعد ما خلص. انا هنا خلصت كل الكمية بتاعتي. طالع طري جدا وخفيف مفيهوش حتة ناشفة نهائي. شايفين طراوة العيش عامل ازاي؟ طري جدا جدا. معنى كده ان طريقة العجينة بتاعتنا ناجحة جدا وطريقة مظبوطة جدا. هنيجي بقى لحشو الكريب. الحشو ده يعني زي ما انت ما بتحبيه، زي ما انت حابة او حسب المتوفر عندك ايه في البيت استخدميه. انا هنا عندي جبنة موتزاريلا، وكنت مقطعة طماطم شرايح وفلفل اخضر شرايح، وكان عندي زيتون. لو انت عندك فلفل الوان حطي،
ما عندكيش فلفل خالص عادي مفيش مشكله، مش لازم يعني الفلفل والطماطم، يعني على حسب ما انت حابه ايه. وهنا كان عندي ستريبس جاهز، وعندي هوت دوج حطيته كمان، ومعايا الصوصات بقى المتوفره عندك. انا هنا حطيت كاتشب ومايونيز. شايفين شكله؟ يعني من قبل ما يجهز وهو اصلا كان يتاكل، والعجينه اصلا ذات نفسها، العيش ذات نفسه قبل ما يتعمل كان بصراحه كان يتاكل لوحده كده حاف. بعد كده هقفل الكريب بالشكل ده، هقفله كويس جدا بنفس التقفيله اللي انتوا شايفينها دي. شايفين شكل الكريبايه عامله ازاي؟ بصراحه كان حلو جدا، والحشو كان مليان جدا. نفس الصينيه بقى اللي احنا عملنا فيها عيش الكريب، هسوي فيها الكريب على نار برضو متوسطه. ما تحاولوش تعملوا على نار عاليه، علشان انتوا لو عملتوه على نار عاليه هتحرق الكريب خالص، يعني عيش الكريب هيتحرق. اول ما الاقي العيش اخد لون من تحت هقلبه الناحيه التانية. وده شكل الكريب بعد ما خلص. وبكده نكون خلصنا مع بعض احلى كريب طري وخفيف بطريقه سهله. لو جربتوا الوصفه مستنيه رايكم في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.